السلام عليكم. جايب لك النهاردة قصة من نوع تاني من الرعب. اقفل باب اوضتك وحط السماعات واسمعني. نبدأ على بركة الله. أنا اسمي وائل، عندي 23 سنة، شغال في شركة طلبات، بوصل اوردرات. كنت قربت أخلص شغلي وأروح، وعلى الساعة 2 بالليل قبل ما أقفل الأبليكيشن وأروح جالي طلب من واحدة، ولما بصيت على العنوان لقيته في طريقي. قلت مفيش مشكلة لو قبلته، أهو رزق وجالي. بس عارف المشكلة في إيه؟ في الطلب اللي الأستاذة دي طلبته؟ طلب الدواء. هو مش غريب، بس كان غريب عليا لأني ما جبتش لحد حاجة من صيدلية قبل كده. المهم كلمتها وقالت لي إنها عايزة في أسرع وقت لأنها تعبانة جدا. رحت جبت من الصيدلية وعرفت إنه دواء للقلب. قلقت لما سمعت كده، خفت أتأخر عليها وأتسبب في حاجة مؤذية ليها. وصلت العنوان وطلعت موبايل أرن عليها عشان أعرفها إني طالع. بس الغريب إنها مش بترد. رنيت كتير جدا مش بترد. طلعت العمارة وعلى الدور اللي قالت لي عليه. قربت من الشقة وقبل ما أرن الجرس لقيت الباب مفتوح، وده قلقني أكتر. حاولت برضو أرن جرس الباب وخبط على الباب قبل ما أدخل، لكن مفيش أي استجابة، مفيش حد بيرد. كل اللي جه في عقلي ساعتها إن حصل لها حاجة بسبب تأخيري في العلاج. كان في نيتي خير وإن ينقذ روح، ودخلت الشقة ويا ريتني ما دخلت ولا قبلت الطلب بتاعها. شقة متبهدلة بطريقة فظيعة، مكركبة بشكل عشوائي، وكل حاجة محطوطة مش في مكانها، وفي قطط كتير في المكان، وحتى الريحة مش الألطف حاجة. فضلت أنده على أساس إنها تسمعني، لكن مفيش حد رد. إضاءة الشقة كانت ضعيفة جدا، ومفيش غير ضوء واضح جاي من غرفة معينة واقف عندها قط أسود متسمر مش بيتحرك. كل خطوة كنت باخدها ببقى نفسي أرجعها، بس بقول يمكن الست دي حصل لها حاجة وأنا اللي هلحقها. قربت من الغرفة وبدأت أخبط على الباب، ولما دخلت لقيت سرير على شمالي بس مفيش حد عليه، لكن في آثار إن كان في حد قاعد هنا. بس أثناء ما أنا في الغرفة سمعت صوت في الحمام. رجعت جري على باب الشقة خوفا من إنها تشوفني داخل غرفتها، بس أثناء ما أنا راجع شفت حد في الصالة قاعد على كرسي السفرة اللي مليانة تراب. واحدة قاعدة متخشبة مش بتتحرك، ماسكة في ايدها معلقة، وفي قدامها طبق فاضي، وبصة بعينها ليا وبتقولي فين الأكل؟ ما كنتش عارف أرد أقول إيه. أنا كنت محضر إجابة ومبرر لدخول الشقة، لكنها بتقولي فين الأكل؟ وهي أصلا طلبت علاج. حضرتك يا فندم ده علاج، وانت طلبتي علاج مش أكل. فين الأكل؟ قالتها وهي بتهبط بإيدها على الترابيزة بقوة. اتفزعت من الحركة وقلت لها ممكن تاخدي علاجك وتديني حسابي؟ مين اللي تحاسب؟ الجملة دي سمعتها من واحد جايلي من ظهري، ولما شفته اترسعت وقال لي انت دخلت هنا ازاي وعايز ايه؟ ما بقتش عارف اقول ايه. جسمي بدأ يترعش وبدأت احس بخوف، وقلت له دي شقة الأستاذة منال اللي طلبت الدواء القلب؟ هي شقة الأستاذة منال فعلا، بس احنا ما طلبناش علاج ولا حاجة. ازاي يا فندم؟ ده علاج غالي قوي، وبعدين اتأكد كده من الأستاذة دي. قلت جملتي وانا بشاور على الست اللي قاعدة على السفرة، بس انا ما لقيتهاش. ايه ده؟ كان في ست قاعدة هنا؟ ست مين؟ انا قاعد لوحدي. قاعد لوحدك ازاي يعني؟ انت حرامي صح؟ عيد الجملة دي وانا جريت بعديها بسرعة. نزلت تحت، خفت لحسن تحصل لي مشكلة. وانا بجري قابلني بواب العمارة، واللي عرفت منه ان مفيش حد اصلا ساكن في الشقة دي، والست منال وابنها توفيق ماتوا فيها بعد ما حصل حريق في الشقة بتاعتهم. والغريب ان البواب فضل يضحك وقال انت مش اول ولا اخر واحد يحصل فيه كده، وحصلت كتير وما نعرفش ليه بيحصل كده. يومها مشيت وانا مستعجب من اللي حصل، وكان كل همي اني ارجع العلاج والصيدلية تديني الفلوس. لو وصلت لحد هنا وعجبتك القصة ما تنساش تدعمني بلايك وشير وكومنت، ولو حصل معاك موقف مرعب تقدر تبعتلي على رسائل الصفحة.